يا ترى ليه الشاعر الإيراني محمد رضا بهلوي آخر ملوك الإمبراطورية الإيرانية مدفون في مصر؟ سنة 1979 حصلت الثورة الإيرانية الإسلامية واللي أطاحت بالشاعر الإيراني محمد رضا بهلوي، واللي غادر إيران فورا وبدأ يدور على أي بلد تستقبله، لكن لا أمريكا ولا أوروبا اللي هم حلفائه قبلوا يستقبلوه، فعشان كده راح على المغرب. وبعد وقت قصير جدا المغرب اضطرت إنها تمشيه بسبب الضغط الكبير اللي كان عليها، فالوحيد اللي رضي يستقبله في الوقت ده كان الرئيس محمد أنور السادات، واللي كان بيرد الجميل ليه لانه في وقت حرب 1973 كان بيزود مصر بالبترول. لما بعت لشاه ايران قام حول المراكب من البحر تيجي على اسكندريه. او ده السبب اللي السادات برر بيه استقباله ليه، ده غير كمان انه كان شايف ان مصر لازم تكون ملاذ امن لاي حد يستنجد بيها. لكن في اسباب تانية خلت محمد رضا بهلوي يدفن في مصر، زي مثلا ان ابوه الشاعر رضا بهلوي مدفون برضه في مصر في نفس المكان في مسجد الرفاعي اللي مدفون فيه الملك فاروق اللي جوز بنته الاميره فوزيه اللي هي مصريه لمحمد رضا بهلوي شاه ايران. فكده كده احنا نسايب، فهو مش مدفون في مكان غريب. بس بعد موافقه مصر على استقباله بدات المشاكل، لان الحكومه الايرانيه الجديده كانت بتطالب مصر بتسليمه عشان يتحاكم، لكن مصر طبعا ما سلمتهوش، وده ادى لمشاكل دبلوماسيه ادت لانقطاع كامل للعلاقات ما بين مصر وايران لاكثر من 20 سنه. وطول ال 20 سنه دي كان في دايما هجوم من ايران او الاعلام الايراني على مصر، واللي كانوا شايفين ان انور السادات خاين وان مصر بعت القضيه وبقوا في حضن الامريكان والصهاينه. وده بيبان جدا في تغيير اسم شارع كبير في طهران من شارع السادات اللي كان متسمى على اسم محمد انور السادات طبعا بسبب حرب اكتوبر، لكن الشارع ده اتغير اسمه وبقى اسمه شارع الانتفاضه الفلسطينيه. وكمان سموا شارع في طهران خالد الاسطنبولي على اسم اللي اغتال السادات. الفكره ان مش بس ايران اللي العلاقه بينها وبين مصر اتوترت، كمان دول كتير في المنطقه. اصلا ما تنساش ان ايران هي حليف لدول كتير في المنطقه، حتى قبل بدايه علاقه الثوره الاسلاميه الايرانيه بالدول الموجوده في المنطقه اصلا كان في عداء ما بين الدول دي وما بين امريكا واوروبا اللي هم الحلفاء الاساسيين للشاه محمد رضا بهلوي. فعندك ليبيا مثلا القذافي هاجم السادات على ان هو قبل يستقبل محمد رضا بهلوي. نفس الكلام سوريا واللي كانت حليف رئيسي لايران او للثوره الايرانيه. وطبعا فصائل فلسطينيه كتير علاقتها توترت مع مصر بعد استقبال محمد رضا بهلوي. بس المشكله داخليا كانت اكبر من خارجيا، لان حتى جوه مصر السادات هاجم لانه قبل يستقبل الراجل ده، الراجل اللي كان مطبع مع الصهاينه وكان حليف لامريكا. طبعا الناس كلها في مصر كانت شايفاه عميل للغرب، واستقبال السادات ليه معناه ان هو كمان عميل زيه. بس السادات كان شايف ان قرار زي ده هيعرف العالم كله ان مصر مستقلة، مصر قرارها هي اللي بتاخده بنفسها ومش بتستجيب للضغوطات، وقراراتها سيادية على مبادئها وبتتمسك بتقاليدها، تقليد الملجأ السياسي حتى الأشخاص اللي انت مش راضي عنهم. ده غير كمان ان ده أدى لتقوية العلاقات مع الخليج اللي كان ضد الحكومة الإيرانية الجديدة. بس عامة النتيجة واحد، وهي ان دلوقتي موجود في مسجد الرفاعي قبر محمد رضا بهلوي جنب قبر الملك فاروق وجنب قبر ابوه، واللي مرفوع عندهم علم الامبراطوريه الايرانيه قبل سقوطها على ايد الثوره الاسلاميه وتغيير العالم. وكنا اتكلمنا عن رجوع العالم ده تاني في المظاهرات اللي بتحصل في ايران في الفتره الاخيره. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تابعنا على الانستجرام. بس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.